بصوا، انا مش بعمل كده كتير، بس انا كنت النهارده صلاه الجمعه وحسيت ان انا بفكر اعمل كل اسبوع هتكلم عن ايه الحاجه اللي حصلت في الخطبه دي، لان انا عارفه ان في بنات كتير قوي ما بيروحوش و... وان احنا كده كده كستات مش ملزمين ان احنا نروح صلاه الجمعه. بس حسيت ان انا كل ما بروح بستفاد حاجه حلوه قوي، او حاجه مثلا بنكون كلنا عارفينها بس بتكون فعلا كريمايندر كده، اللي هو اوقات كده اللي هو بنسرح او الحياه بتلهينا، او الضغوطات او الابتلاءات بتنسينا اوقات حاجات صغيره قوي ممكن تفرق قوي في نفسيتنا او في حياتنا عامه. النهارده كان هحاول اتكلم بريفلي كده عن كل حاجه، بس حاجه من الحاجات اللي حبيتها قوي اللي الامام اتكلم عنها: لا تحقرن بالمعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. معناها ايه؟ اوعوا تستصغروا اي فعل. انا عارفه ان احنا خلصنا رمضان، وعارفه ان احنا خلصنا يوم عرفه والايام الجميله اللي احنا بنحب نعمل فيها الخير اكتر حاجه. بس بجد معنى الحديث ده ان اوعوا تستصغروا اي فعل كويس. ان شاء الله حتى لو بس ابتسمت لواحد ماشي في الشارع، الابتسامه دي حقيقي 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 انا عارفه والله العظيم ان كنتوا ممكن تقولوا ايه الهبل ده، ممكن ما تكونش حاجه اصلا، حاجه طبيعيه لا اراديا كده بتعملها، بس عند ربنا بجد بجد مقدرتها كبيره قوي. الابتسامه لحد ذاتها صدقه. انك انتوا تشيلوا حاجه من الشارع، او مثلا تلاقوا دبوس على الارض وتشيلوه، ده خير، ده صدقه. انك انتوا بس تفتحوا الباب تفضلوا ماسكينه كده، ده كل ده انتوا بتاخدوا عليه حسنات. يعني انا عارفه ان الموضوع بيبقى صغير قوي بالنسبه لنا، اللي هو يعني ما جاتش على دي، او يعني ايه ده، يعني حاجه صغيره قوي. بس انتوا ما تعرفوش بجد ايه الفعل الصغير اللي ممكن تعملوه، اللي ممكن اصلا يكون سبب في دخولكم الجنه. فلو سمحتوا حاولوا افتكروا ان الحاجات الصغيره دي بتتقل قوي في الميزان. وفعلا فعلا فعلا انك انتوا تعملوا حاجه انتوا ما تعرفوش الشخص التاني ده بسببها ممكن يبقى عامل ايه في يومه، او تمنعوا شر عن حد، او تكونوا سبب ان واحد مثلا كان فعلا عنده يوم سيء جدا جدا جدا، بس كلمه حلوه، كلمه صغنطوطه قوي حلوه، والله العظيم بتفرق في يوم الواحد تماما تماما. او الفعل بسيط. يعني انا في مره كنت متضايقه قوي، انا هحكي الموقف ده. وانا قاعده هنا في نيويورك، وكنت متضايقه قوي مع صاحبتي، وكنت يعني كان اليوم مش حلو خالص، وكنت بعيط، وسبحان الله وكنت بتكلم عربي معاها. وكان في الترابيزه اللي جنبينا كان في واحد يهودي ماشي، وكان حتى لابس البتاعه كامله. انا عارفه يعني انا الراجل ممكن اصلا يعني كان ممكن يفتكر ان احنا بنتكلم عن غزه وفلسطين، او بعيط على حاجه زي كده، ما يعرفش انا بتكلم على ايه، ما يعرفش انا بعيط ليه. لقيته فجاه قام والله العظيم راح جاب لي ميه ومناديل واداها لي، قال لي يعني I hope you're doing okay، واداها لي. فعل صغير زي ده اصلا خلاني انسى انا كنت بعيط ليه، وانا وصاحبتي فضلنا باصين كده اللي هو ايه ده، ايه ده بجد. يعني احنا ممكن نكون بنتكلم عن اي حاجه، ده شايفني واحده محجبه وصاحبتي قاعده معايا وبنتكلم بلغه هو مش فاهمها اصلا، وفجاه كده فعل بسيط قوي لقيت نفسي ابتسمت، اللي هو شكرا، اللي هو شكرا بجد. فانتوا ما تعرفوش الفعل بيجي من مين، او الخير بيجي من ايه، او النفوس الحلوه بتفرق بجد في نفسيه الواحد. انا بقول لكم هو واحد يهودي بيعمل فعل صغير زي كده، فتخيلوا بقى احنا كمسلمين. والله العظيم الاكسبكتيشنز المفروض تكون محطوطه فين بالظبط. حبيتها احطها كريمايندر، وبجد بذكركم فيها وبذكر نفسي ان فعلا الحاجات الصغيره دي جميله وبتفرق جدا 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 و... وربنا يا رب يكتبها كلنا في ميزان حسناتنا. عرفوني لو انتوا حابين تسمعوا اكتر، انا كان في جزئين كمان في الخطبه، وبجد لمسوني وانا فاكراهم كويس قوي. بس انا مش عايز اطول عليكم في الحاجات دي، بس عرفوني لو حابين كل جمعه فعلا نمسك الحاجه او نمسك الخطبه ونفصفصها مع بعض ونستفاد بيها كلنا. باي.